تموين الشرق الاوسط. الشرق الاوسط ديت هي اللي خدت على عاتقها ان هي تدخل البونيكام او تنشر البونيكام في مصر من سنه 2014. سجلته بحقوق ملكيه فكريه في وزاره الزراعه تحت اشراف لجان لمده 7 سنوات لغايه ما وصلنا لسنه 21 ان احنا بقى معانا صنف معتمد السلاله المصريه 100%. فالسلاله المصريه ان هي بتبقى ما تتغيرش الخواص او الجيولوجيه او الخواص الجيولوجيه بتاعتها، بتتحول لحاجات ثانيه. بمعنى ايه؟ هنيجي هنا للبونيكام نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البونيكام طلعتها لك من جدرها، بنطلعها من وسط ميه عشان اوريكم ان المجموع الجدري شفت له كده ما بيجيلوش اي اعفان حتى لو قعد في الميه العمر كله، بالعكس ده بيجد. طب ثانيا هنبص هنلاقي ان الساق بتاعته ما فيهاش اي اشواك، وفي وريد احمر بيبقى ماشي على الجنب بطول النبات. ده النبات بيبقى في شكل السيف عامل كده. طيب بيتزرع ازاي؟ بيبقى معمول بيروح النبات كده بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، ويتوزع ويتحط على مسافات 50 سم اللي هي شبرين. يبدا يحصل له ايه؟ يبدا يدي خلف من تحت كده زي الخلف اللي طالعه دي. بص هتلاقي في خلف طالعه من هنا اهي، تمام، يخلف من حواليه. مش مهم العود دوت ينشف، مش مشكله، اهم حاجه المجموع الجذري دوت نحافظ عليه وهيخلف لي حواليه لغايه ما يعمل لي كوديات شكل. تمام، كوديات. تمام اهو كوديات يخلف من حواليه كوديات. تمام. تمام. طيب هنا البروتين بيختلف نسبة البروتين على حسب طول النبات. قلنا ان النبات ده من فصائل قصب السكر الاحمر في الوريد الاحمر اللي انا وريته لك، وفصائل الذره العويجه. الذره الايه؟ العويجه. طيب بيجي عندي في الصيف بيبقى ضرويات زي كده. يجي في الشتاء يتحول ان هو يبقى ساق زي دي كده موجوده، ويطلع من كل دور هنا اهوت شواشي عامله زي الذره العويجه. تمام. كل دور من الادوار دي بتبدا معايا من امتى؟ بتبدا معايا من شهر 10. تبدا معايا من شهر 10. طيب البروتين بتاعه بيبدا معايا من 8% لغايه 18%. ليه؟ ال 8% دوت لما النبات يكبر لطول ال 2 متر، السكر فيه بيعدي ال 4600، ففي علاقه عكسيه ما بين البروتين وما بين الطاقه، فبيضغط على البروتين تحت بيبقى قليل. لكن على طول متر اللي احنا شغالين عليه ده هنا نقدر نوصل في الجاف 18% والطاقه 3200، لان نسبه الطاقه هنا قلت فالبروتين اطغى عليه. احنا قلنا من قصايب عصب السكر، فكل ما يكبر كل ما نسبه السكر فيها تزيد، كل ما البروتين فيها يقل. كل ما قصر السكر فيها يقل البروتين فيها يزيد. تقدر تعتمد عليه في الانتاج لغايه 80% من انتاج الاعلاف. تقدر تعتمد عليه في انتاج الاعلاف، ده مستديم في الارض عندك العمر كله. يفضل كام سنه في الانتاجيه بتاعته؟ القصه في ايه؟ العمر كله. هي القصه في ايه؟ بيبدا يجف امتى؟ لما تبدا الكوديا دي تقفل على الكوديا اللي جنبها. هيبداوا يقفلوا على بعض، ينشفوا بعض، والقلب الكوديا يبدا ينشف زي كده. تمام؟ تمام. زي كده اهو. طيب انا لما الكوديا دي قفلت على الكوديا دي كبرت، بروح جاي شايل الكوديا ومفسخها زي ما انا فسختها كده اهو، وابدا اعمل عمليه انتشار وتوزيع في مكان تاني. حلو. طب احنا بنتكلم كده على مسافه زراعه، قلت لي حضرتك 50 سم ما بين النبات والنبات وما بين الخط والخط 50